اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي واذكروا الله وقولوا لا اله الا الله. طبعا بتعملي ايه كده يا سوسن؟ ملوكه بنتي بقى اللي هتعمل النهارده يا حبايبي، مش انا. كل سنه وانتم طيبين بقى كده. خلاص يعني ما عادش حاجه على العيد، وقلنا بقى لازم نشيل بقى الفروشات كده عشان نغسلها. كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا وعليكم جميعا يا رب، اللهم امين. طبعا ملوكة جمنا الصبح كده قالت يا ماما النهارده عايزين نشيل الفرشه بقى كده علشان ما عادش الا كام يوم بس على العيد، وعايزين نغسل السجاد وكده، وعايزه اغسله معاكي. فقلت لها مش هتعرفي يا ملوكة؟ قالت لا يا ماما هعرف عشان اتعلم وعايزه اساعدك وكده، وعارفه ان انا تعبانه بقى يا حبايبي وبسهر وكده. وبصراحه احنا مش كنا الصبح يعني، احنا كنا الظهر كده، لان انا طبعا عم بصحى شويه متاخر، لان بسهر للصبح بمالك. بعد كده بقى ايه خدت السجاد كده ودخلت بقى على لمؤاخذة الحمام. قالت يا ماما انا هغسله جوه. قلت لها هنغسله في المطبخ وكده. قالت لا انا هغسله هنا. قلت لها خلاص ماشي. فملت بقى الطبق اللي هو البلاستيك ده في البانيو كده ميه، علشان خاطر بتكب كده على السجاد، ونحط بقى صابون او اومو ونغسل بقى ايه بالفرشه كده وندعك حلو. شايفين بقى منظر الحمام بالتراب اللي في السجاد وكده. هو السجاد نظيف وكل حاجة، بس مطرب ماشي. لان انا شفتي؟ طبعا مش هكدب عليكم، انا بقالي فتره مش غسلته، لان انا طبعا كنت حامل، وبعد ما حملت ولدت وكده فما كنتش قادره ان انا اغسله عشان بطني وكده. فاجا وقت الوقت بقى ان احنا نغسله، هم بقى كانوا بيساعدوني هي وحمدي، ربنا يسعدهم جميعا اللهم امين يا رب. قعدت بقى تدعك كده في الفروشات كويس، وبعد كده انا اخد شويه وهي شويه، كده يعني صابون. بنساعد بعض، او انا مثلا ادعك مش كده؟ الفرشه وهي تكب عليا ميه. تعالي وقعدنا عشان بقى البرد ايه وتزعل لما كده كده خلصنا بطنك قدامك السجاد واعملي. كده. وكل سنه وانتم طيبين. بس وهننشره بقى وعشان بعد كده ينشف بقى، وهنشوف بقى ايه هنعمل ايه مع بعض تاني. والنهارده برضو هنطبخ لهم اكله خفيفه وسريعه كده. هنعمل طلع فرخه كده مثلا من الفريزر. اللهم صل على النبي. كان عندي الصلصه دي متوفره في التلاجة كده جاهزه، فقلت ايه خلاص هعمل النهارده حبه بسله كده صغيرين على قد كده بقى، انا بس اللي هاكل من البسله. ملوكه هنعمل لها بطاطس في الشوربه علشان مش عايزه ايه اي خضار. فجبت طاسه كده، حطيت فيها معلقه من الزيت ومعلقتين من الصلصه كده، وطلعت كيسه صغيره كده من البسله على الجزر، وهنفكها كده بميه. واللهم صل على النبي اهي، حبه صغيرين مش كتير يعني، هنجيب الطبق كده. اللهم صل على النبي. هنحطهم بقى في الصلصه بعد ما تسخن، وهنسيبهم مع نفسهم كده نص ساعه ياخدوا ويدوا كده بشكل ودي. وبعد كده هنزودهم شويه ميه صغيرين. وبعد كده الفرخه بتاعتنا كانت غسلتها كويس وحطيتها كده الشواحد في الحله. وبعد ما الشواحد زودتها ميه عملت شوربه جميله اهي. وبعد كده هنزود بها البسله. بالشوربه دي أنا هنزود البسله. وبعد كده ايه لما تستوي هنعمل شويه رز، وبعد كده هنجهز بقى الفطار. كل سنه وانتم طيبين. تعالوا بقى ايه افطروا معانا الفطار الخفيف السريع ده. ما احنا بقى بنغسل في السجاد من الصبح يا حبايبي، ومش في وقت ان انا بقى ايه اجهز اي حاجه تانية. فقلت نعمل النهارده الفرخه دي وشويه شوربه فريح منها كده وطبق طبيخ وشويه الرز. واللهم صل على النبي. عملت لها طبق بطاطس كده في الشوربه، وحطينا بقى الرز كده سجناه. وكنا بنجهز، والمغرب بيقول كل سنه وانتم طيبين. وحمدي بقى نزل فطر تحت مع جده، وانا وملوكه بس اللي فطرنا. وبعد ما فطرنا كده خدت الاولاد ونزلنا قعدنا معاهم شويه كده، لان اخت حماتي كانت موجوده في اليوم ده تحت. فانا قلت ايه لازم انزل اشوفها كده واقعد معاهم شويه، لان يعني فين وفين على ما بتيجي عندنا. وكل سنه وهم طيبين اللهم امين. وده الفطار بتاعنا، بقول لكم اتفضلوا معانا الفطار. وبعد كده بقى ايه قعدنا مع بعض نفرفط شويه بسله حلوين ازيك يا كده. حبايبي؟ كانت عاملين حماتي ايه؟ يا وحمايه رب تكونوا بعتلهم ليا. بخير كل سنه وبأحسن وهم حال. طيبين. صلى على النبي واذكروا الله قولوا لا اله الا الله. طبعا انت بتعملي كده يا سوسن؟ بعمل يا حبايبي اعمال بيضة. كل سنه وانتم طيبين. بصوا هو بعد الفطار الله الوكيل بيبقى الواحد عايز يعني نفسه ينام كده شويه يعني، ما اقولكوش. بس على مين؟ هو مالك هيسيبنا نام ولا الاولاد هيسيبونا نام؟ طول ما هم صاحيين لا يمكن ابدا ان انا انام. اللهم صل على النبي. جايلي كده شوية بسلة حلوين كده. حمادة طبعا زارعين على الأرض بتاعتهم كده على الريشة، الأرض الزراعية يعني بسلة. كل سنة هم طيبين وجايبين لي شوية. فقلت بقى ايه اقعد افرفتهم كده، ما هم جايين من امبارح بس مش لاقيين حد يفرفتهم واحنا مش فاضيين. كل سنة وانتم طيبين. فقعدت كده لما سددت الملوكة انام شوية، قلت هات يا ملوكة ايه ملوكة الصغير، قلت لا ملوكة الكبيرة. هات يا ملوكة
شويه البسله نقعد نفرفط فيهم كده، علشان طبعا هيبوظوا يا حبايبي، وخساره الحاجه غاليه ولازم ايه نعملها. فاللهم صل على النبي. شايفين بسله اهي ما شاء الله، بسله سكريه مسكره يعني، بس طعمها جميله. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير ويمن وبركات، اللهم امين يا رب. مننساش دعوة حلوة من قلوبنا لاخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا مقتدر، اللهم امين. ويسعدكم ويسعد حبايبكم، ويحقق لكل واحد اللي بتمناه في الشهر الكريم الفضيل ده، وفي العشر الاواخر من رمضان، ربنا يعني يحقق لكل واحد امنيته. واللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم امين، ويجعلنا من المعتقين من النار يا رب العالمين، امين يا رب، انا وانتم وجميع المسلمين يا رب. تابعوا معايا الفيديو ان شاء الله يعجبكم، وبحبكم في الله. متنسوش دعوة حلوة من قلوبكم لاختكم في الله، ربنا يسعدكم ويسعد قلوبكم جميعا يا رب. تابعوا الفيديو ولايك حلو كده. طبعا يا حبايبي احنا بقى ايه، خلصنا السجاد كده غسلناه مع بعض. كل سنه وانتم طيبين. بقى شغل العيد مش بيخلص بقى، من هنا ليوم العيد تلاقوا في شغل والله يا حبايبي. ساعة ما الواحد بيشيل السجاد والفرشة كده عشان يبدأ ينظف للعيد كده، كل سنة وانتم طيبين. بصوا معرفش الشغل بيجي منين، كل ما الواحد بيعمل حاجة يقول خلصها، لا ما بتخلصش، في حاجات تانية بتطلع كتير غيرها. فاللهم صل على النبي. احنا طبعا النهارده غسلنا السجاد كده مع بعض، مع ان انا والله تعبانة. ادعوا لي بالشفاء وادعوا الملوكة بالشفاء. لوكا الصغير تعبان كده وتعبني معاه شوية، فربنا يشفيه يا رب، هو واولادنا واولاد المسلمين جميعا يا رب. طبعا بقى ايه، بعد الفطار الحلو اللي احنا عملناه الخفيف الظريف ده، قلنا بقى نقعد ايه نفرفط شويه البسله ديل، ونتكلم كلمتين حلوين مع بعض كده. ربنا يسعدكم يا رب، وشكرا شكرا على تعليقاتكم الحلوه اللي دايما مشرفوني كده وبسطوني وسعداني، اللهم امين. ربنا يسعدكم زي ما انتوا بتسعدوني كده بتعليقاتكم الحلوه. و ابو ملك بيسلم عليكم جميعا والله يبعت لكم السلام كلكم، والحبايب اللي بيسالوا عليه بيقولوا ابو ملك الغيبه طولت، ابو ملك هيجي امتى؟ هو النهارده لسه بقول له يا ابو ملك حبايبنا بيقولوا كذا كذا، فقال انا شفت التعليقات، قولوا لهم بعد سنه ايه رايكم؟ اكتبوا له بالله عليكم التعليقات كده، يعني ينفع؟ هو بقاله كده يمكن 9 شهور وعايز يقعد كمان سنه ربنا يجيب لنا بالسلامه يا رب. بحبكم في الله، متنسوش اللايك الحلو، والسلام عليكم.